السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم فيديو عن الكبد والقوانص. اتمنى ان الفيديو النهاردة يا حبايب قلبي يعجبكم. شكرا ليكم على دعمكم ليا وحبكم ليا. اتمنى قبل ما ابدأ الفيديو اللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش باشتراك ولايك وكومنت، واللي اول مرة يشوف قناتي يعمل لي اشتراك فضلا ليس امرا. شكرا لكم يا حبايب قلبي على دعمكم ليا. انا بحبكم والله، وطالعه وانا تعبانه النهارده بس علشان اقدم معاكم فيديو. شكرا لكل مشترك جديد معايا، وكل اللي بيعمل لي لايك، وكل اللي بيشترك معايا. اول حاجه يا حبايبي معانا الماده الدهنيه دي دهن متسيح. طبعا حطيناه علشان يطعم لنا الكبد والقوانص النهارده، وحطينا قيمه معلقه تاني 2 زيت، سيبناهم لما قدحهم ونزلنا بالقوانص. احنا حطينا دهن متسيح ليه يا جماعه؟ علشان واحنا بنغسل الكبد والقوانص بنتخلص من نسبه الدهون اللي على القوانص كلها. فاحنا طبعا بنبقى عايزين ماده دهنيه تطعم لنا الحاجه بتاعتنا. حطينا بننزل الاول بالقوانص علشان تاخد معانا صدمه، طبعا عشان هي بتاخد سوا اكتر من الكبد. حطينا شويه ملح، قيمه نص معلقه صغيره ملح، ونص معلقه صغيره كده فلفل اسمر. هنبدأ ان احنا نشوح فيها ونتنينا نقلب فيها كده يا جماعة لحد ما هنوصل معانا لنص سوا. لما تبقى نص سوا معانا، طبعا احنا نزلنا بالقوانص يا جماعة لان القوانص بتاخد وقت اكبر من الكبد، والكبد بتستوي بسرعة، فما ينفعش ان احنا ننزل بالاتنين مع بعض. طبعا على ما القوانص تستوي هتكون الكبد انهرت. فاحنا بنتبع الخطوات كده ايه مظبوطة عشان حاجتنا تبقى مظبوطة. تنينا نشوح في القوانص. معانا بصلة كبيرة هنقطعها كده جوليان. طبعا الخضار عندنا كله بصل وفلفل وطماطم. اللي عايز يقطع تقطيع صغير يا جماعة ناعم ماشي. بس اذا قطعنا البصل ناعم هنضطر نقطع الفلفل والطماطم ناعمة برضو. اما انا هقطع البصل جوليان وكده نفس التقطيع هنتبعها في الفلفل وفي الطماطم. معانا التوابل، معانا بهارات لحمة، معانا كمون، كزبرة ناعمة، قرفة، جنزبيل. طبعا واحنا حاطين الفلفل في الاول. طبعا البصل دبل معانا شوية كده وادانا تحميصة للتوابل معانا مع البصل والقوانص. هنبدأ ننزل بالفلفل الاخضر. الفلفل ده بارد يا جماعة، اللي حابب يحط حامي يحط. سامحوني يا جماعة على صوتي النهاردة لان انا واخدة دور برد جامد. ادعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. نبدأ ان احنا نشوح الخضار كده لحد ما يبدأ ان هو يدبل معانا حاجة بسيطة. طبعا احنا مش عايزين نهري الخضار، عايزين برضو ان هو يبقى متماسك معانا. هنحط الطماطمية واحدة كده يا جماعة كبيرة، برضو هنقطعها كده تقطيع طولي برضو، وهنقلب. طبعا احنا بنقلب باستمرار يا جماعة لان هي ما فيهاش نسبة سوائل كتير. فاحنا تقليبنا فيه بنغطي شوية وما بغطي وارجع اكشف تاني كده واقلب بيبقى عدى من الوقت. اهو كده يا جماعة، كده يا حبايب قلبي عدى وقت كده قيمة 3 دقايق ولا حاجة. انتنينا متابعين طبعا التقليب فيها على طول كده. شوحنا القوانص بالخضار بالتوابل، هنبدأ نجنبها على جنب كده وننزل معانا بالكبد بتاعتنا. طبعا في الوقت ده كانت القوانص وصلت مثلا 65%، عدت النص تسوية كمان. نبدأ ان احنا ننزل بالكبد بتاعتنا. طبعا الكبد يا جماعة احنا بنحطها في مصفى ونحط عليها شوية خل ونسيبها لما تسرد الدم بتاعها، لان الخل بيمنع الزفارة بتاعة الكبد. فبنحط دي لوحدها ودي لوحدها. نزلنا بالكبد معانا كده هنحط عليها برضو رشة فلفل اسمر ونسيبها تاخد صدمة كده وتكون ملامسة يعني لأرضية الوجه بتاعنا. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نبدأ نقلب الكبد بتاعتنا كده على اليمة التانية
علشان تاخد صدمة من اليمة التانية كده يا حبايب قلبي. اذكروا الله يا جماعة، لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. هنغطي ونسيبها بقى إيه تاخد مع بعضها كده شوية. تانينا نقلب في الكبدة لما نحس ان هي خدت صدمة من اليمتين، نبدأ ان احنا نقلب محتويات الوك كلها، كبد وقوانص وخضار كله نقلبه مع بعضه بقى، عشان الكبدة تطعم طبعا من الخضار ومن التوابل اللي احنا حطيناها في الاول. الفيديو ده يا جماعة سهل وبسيط، ما فيهوش اي حاجة صعبة، كل شيء سهل وجميل وحاجة وبتقضي اليوم يعني. اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال يا كريم. تانينا برضو نقلب فيها كده. اللي حابب يحط قرن فلفل حامي يا جماعة يحط، لكن انا بصراحة حطيت الفلفل الرومي بارد كده يا حبايب قلبي. بقلب يا جماعة كده وارجع اغطي تاني واكشف برضو عشان نوري لحضراتكم ونتابع مراحل التسوية مع حضراتكم كده يا جماعة. معانا بقى دلوقتي ان احنا هنجيب اخر حاجة هنحطها الليمون. معانا ليمونة ونص كده. الليمون ده يا جماعة بنحطه في اخر مرحلة خالص، يا دوبك بنحطه ونقلبه مدة دقيقة او 30 ثانية كمان. هنعصر الليمون كده ونقلب الكبد بالقوانص بالخضار معانا، وكده تبقى جاهزة معانا. مفيش اسهل من كده يا جماعة. ما شاء الله تبارك الرحمن، كانت تحفة، كانت ريحتها جميلة. اتمنى حبايبي ان هي تعجبكم. دي النتيجة النهائية يا حبايب قلبي. معايا الكبد في طبق اهيت بعد ما استوت والقوانص في طبق. هنبدأ ننزل بالخضار بالصوص اللي هو موجود معانا. الصوص ده يا جماعة جميل، ممكن بقى يتاكل بعيش لين كده او برز بشعرية، برز حبة وحبة زي ما حضراتكم عايزين، وبألف هنا وشفا. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش يا حبايبي تدعولي دعوة ان ربنا يشفيني ويعافيني ويشفي كل مريض. حبي ليكم خلاني اطلع واقدم الفيديو ده مع اني والله كنت في قمة التعب. ربنا يشفي كل مريض. ده الشكل النهائي يا حبايب قلبي للكبد بالقوانص بتاعتنا. مفيش اجمل من كده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.